Hallo liebe Leute, willkommen zu meinem deutschen Kanal ألماني مع فراو أماني. يا رب تكونوا بخير وأهلا بكم في القناة. Vergessen Sie nicht zu liken und auf die Abonnieren zu klicken. ما ننساش نعمل شير ولايك للفيديو ونفعل زر الجرس ونعمل سبسكرايب للقناة. Im letzten Unterricht haben wir die regelmäßige Verben gelernt. الحلقة اللي فاتت اتعلمنا ازاي نصرف الأفعال المنتظمة، وكان عندنا في eine Übung قلنا في عندنا verb المفروض طلبته من حضراتكم ان احنا نصرفه وهو الverb leben. فكان تصريفه ايه؟ Ich lebe, du lebst, es, sie lebt, ihr lebt, wir leben, sie und sie leben. بالظبط كده. ده كان بالنسبة لتصريف الأفعال المنتظمة. أوكي، يظهر عندي مجموعة أفعال. طبعا أنا أي لغة فيها أفعال منتظمة فيها أفعال غير منتظمة. أفعال غير منتظمة حلها إيه؟ إحنا بنحفظ الفعل لأن هو بيبقى فيه تغيير، حصل عندي تغيير في حرف أو حرفين أو أكتر، أنا المطلوب مني إن أنا أحفظ شكل الفعل. أوكي، بس أنا هحاول إن أنا أجمع لك الأفعال اللي فيها تغيير متشابه مع بعض عشان يبقى أسهل لما تيجي تذاكر الجزئية دي. أوكي، إحنا اتفقنا أي فعل في الألماني النهاية بتاعته إيه؟ النهاية EN. بالظبط كده. هنحذف النهاية اللي هي EN. ناخد فعل كده زي الفعل bilden. bilden يعني إيه bilden؟ يعني يبني أو يكون. أوكي، أنا جيت حذفت النهاية EN، لقيت آخر حرف عندي إيه؟ لقيت آخر حرف عندي الD. وهنا بقى لازم أعمل ein Stopp، أقف شوية لأن في ملحوظة أو في حاجة هنعملها دلوقتي. أنا لقيت عندي حرف الD، قال لي لو احنا جينا نصرف فعل ولقيت الفعل منتهي بالتي أو الدي بحرف التي أو حرف الدي، هنحط النهايات بتاعتنا العادية اللي احنا قلناها وهنراجع عليها دلوقتي تاني مع بعض. بس قبل ما نحط النهاية هنحط حرف الA زيادة قبل ما نحط النهايات الطبيعية. تعال نشوف مع بعض. bilden حذفنا النهاية EN، لقيت آخر حرف عندك الD. أوكي، مع إيش اتفقنا نحط النهاية؟ bilde حطينا النهاية إيه؟ مع دو حطينا النهاية ST. بالظبط، دو bildest. طب انطق لي كده الفعل ده مع الضمير دو، نطقناها ازاي؟ نطقناها دو bildest. تلقائي لقيتني ان انا حطيت او ان انا نطقت حرف الايه bildest. فالقاعدة بتقول لو لقينا اخر حرف التي او الدي بعد ما خلاص حذفت النهاية الان، في الحالة دي مع دو مع اير واس وزي ومع اير حط حرف الاي قبل النهاية. طيب ليه يا فراغ نحط حرف الاي قبل النهاية؟ عشان نظبط النطق، لان احنا تلقائي نطقناها bildest. مع اير واس وزي هننطقها bildest. يبقى هنحط حرف الاي اللي هو حرف فوكال، حرف متحرك عشان يظبط معايا الفعل. فنقول تاني مع بعض. إيش حطينا النهاية إيه؟ bilde. du bildest حطينا حرف الإيه قبل النهاية. ihr es sie bildet حطينا حرف الإيه. ihr bildet wir sie bilden. وكده هنطبقه على أي أفعال هتقابلها بتنتهي بالتي أو الدي. يبقى هنعمل إيه؟ wir machen eine Bemerkung. خد بالك في ملحوظة هتعملها اللي هي إضافة حرف الإيه قبل النهاية. طيب هديك 5 ثواني والناس تبدأ تكتب لي الفعل arbeiten. arbeiten يعني arbeiten يعمل. هتحذف النهاية الإن هتلاقي الحرف انتهى بالتي. هديك 5 ثواني كده تفكر وتصرف معايا das Verb. أوكي، das Verb arbeiten مع بعض تصريفه ich arbeite حطينا النهاية إيه. du arbeitest حطينا النهاية st. بس قبل st أنا حطيت حرف الإيه، اوعى تنسى. ليه؟ عشان أقدر أنطقها arbeitest تست، فهو تلقائي اتنطق معايا حرف فوكال، حرف متحرك. es sie arbeitet
Ihr arbeitet. Wir arbeiten وزي arbeiten. طيب يبقى احنا نقول خلاصة القاعدة ان انا لو عندي الفيرب انتهى بالتي او الدي قبل ما تحط النهايات الطبيعية بتاعت الضمائر الشخصية هتحط حرف الاي عشان يظبط معانا النطق. اوكي ich habe eine Frage. انا عندي سؤال بقى، اشمعنى احنا حطينا الاي مع الضمائر دو واير واس وزي واير؟ يعني ليه ما قلناش مع ايش؟ ليه ما قلناش مع فيا وزي؟ بمنتهى البساطة، هو ايش النهاية بتاعتها ايه؟ قال لي ايش بحط معاها النهاية ايه؟ فهي اوريدي الايه موجودة. نفس الكلام فيا وزي النهاية بتاعتي النهاية اي ان، يبقى انا الايه موجودة، يبقى انا بحط الايه مع مين؟ بالظبط كده بحطها مع الحروف اللي ما فيهاش نهاية متحركة، الحروف الساكنة اللي هي عشان اقدر ان انا اظبط النطق تبقى arbeitet وهكذا. وبكده نكون خلصنا الجزئية بتاعت حلقة النهاردة. Tschüss und viel Spaß.